تعالوا نعمل احلى كشري مصري بكل تفاصيله وباسهل طريقة ممكن تشوفيها. عايزة اقولك من جماله كله هيسألك على الطريقة. بجد كل اللي جرب الطريقة دي شكرني عليها. يلا بينا نبدأ ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. بس ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة للصفحة، وكمان تحفظوا الفيديو عندكم بانكم تعملوا له مشاركة علشان ترجعوا له وقت ما تحبوا. هقولك ازاي تعمليه بدون غلبة وبدون حلل كتير. يلا بينا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الحبيب في الكومنتات ونشوف عملنا الكشري الجميل ده ازاي. بعد الفيديو ده استحالة تشتريه من بره. في حلة نزلت عندي بالحمص وكنت نقعاه 12 ساعة من بالليل، وسبته عندي مع رشة ملح لحد ما يتسلق. نزلت بنص كوباية من الزيت ونزلت بالبصل بتاعي. البصل ما بحطش عليه نشا، يا دوب رشة ملح. وما تستغربوش من كمية الزيت لانه البطل الاساسي. في حلة خدت معلقتين كبار من زيت اللي حمرنا فيه البصل، ونزلت بمعلقة من الثوم المفروم، ونزلت عليها بمعلقتين من الخل، ونزلت بكيس من صلصة الطماطم، وكمان نزلت بملح وكمون وكزبرة ورشة بسيطة من الفلفل الاسود. وفي حلة سلقت المكرونة ونزلت عليها بمعلقتين من الزيت اللي حمرنا فيه البصل، وبرضو خدت باقي كمية من الزيت وحطيت عليها الشعرية حمرتها اخدت معايا اللون الذهبي. نزلت بالرز تشويحتين ونزلت بالعدس. طبعا العدس ابو جبة بيكون منقوع برضو 12 ساعة. والتوابل ثابتة معانا كمون وكزبرة وملح. وهنا الرز كان اتشرب وغطيت عليه وسبته يستوي. باقي كمية الزيت نزلت بمعلقتين كبار من الشطة وعليهم معلقة من الصلصة اللي اتسبكت. وبس كده خلاص خلصنا. اللهم بارك. الرز مفلفل، مفيش ولا رزاية معجنة، كمان العدس مفلفل. المكرونة ما بتتغسلش. بحط عليها معلقتين من زيت البصل وبس كده خلاص. اللهم بارك. تحفة جدا. الطعم في منتهى الجمال. الدقة، توم وخل ومعلقة من الكمون والكزبرة وعصير ليمونة وبضربهم في الخلاط. وبس كده خلاص بقى عندك أجمل طبق كشري. جربوها تحبوه. أشوفكم الفيديو الجاي.